السلام عليكم، لاباس عليكم بخير. كنتمنى ان شاء الله تكون الاحوال ديالكم كامله مزيانه وتكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. هذا الفيديو غادي نتعرفوا على الاخبار الاخيره اللي كاينه في ايطاليا. فبالنسبه للتاريخ ديال هذا الفيديو ديال شهر 3 نهار 13 ديال 2023 غادي نشوفوا المواضيع ديال هذا الفيديو باختصار. الحاجه الاولى والاساسيه والمهمه اللي غادي نبداو بها في هذا الفيديو، اول حاجه غادي نهضروا على البيرميسو اللي هضرت عليه الحكومه الايطاليه اللي كترأسها جورجيا ميلوني. غادي نشوفوا الجريده الرسميه الكورييري دلا سيرا اشنو قالت على البيرميسو، شنو هما التغييرات اللي غادي يكونوا، شنو هي المده اللي غادي تولي فيها البيرميسو، بان غادي تمدد المده ديال 3 سنين او لا ديال عامين. غادي نشوفوا كاع التفاصيل في هذا الفيديو. حاجه اخرى اللي غادي نهضروا عليها في هذا الفيديو، غادي نهضروا على النولوستا اللي كتعطل بزاف بالنسبه للناس اللي غادي يدفعوا الكونطرا ديال الخدمه. غادي نشارك معكم اشنو قالت الحكومه الايطاليه فيما يتعلق بالنسبه للنولوستا ديال الخدمه. حاجه اخرى اللي غادي نهضروا عليها في هذا الفيديو، غادي نهضروا على القانون ديال الحمايه الخاصه اللي كانوا بزاف ديال الاخوان والاخوات اللي دافعين في هذا القانون باش ممكن انهم تخرج لهم البرميسو. غادي نهضر على الناس اللي دافعين وحتى الناس اللي باغيين يدفعوا اول مره، واش هذا القانون غادي يتحيد او لا. غادي نشوفوا كاع التفاصيل في هذا الفيديو. في هذا الفيديو غادي نشوفوا شيك ديال الاطفال اللي هو لاسينيو اونيكو. بزاف ديال الاخوان من الاخوات اللي كيتسائلوا على الفلوس ديال شهر 3 ديال شيك ديال الاطفال امتى غادي يدخلوا. غادي نشوفوا رسميا الانبس اللي كتحط امتى ممكن غادي يدخل لكم الفلوس ديال شهر 3. يعني بعض الاخوان والاخوات اللي عندهم سبيد راه دخلوا الموقع الرسمي ديال الانبس ولقاو الفلوس امتى غادي يتحطوا لهم والتاريخ امتى ممكن غادي يدخلوهم في الكونت ديالهم. غادي نشوفوا كاع التفاصيل في هذا الفيديو. ما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع كاع الناس اللي كتعرفوا. مرحبا بجميع التعليق ديالكم. اول حاجه اللي غادي نبداو بها في هذا الفيديو، غادي نشوفوا الحكومه الايطاليه اللي كترأسها جورجيا ميلوني، واللي جورجيا ميلوني اللي خرجت هذا القانون هذا. فبالنسبه على حسب ما جا في الجريده الرسميه اللي هي الجريده الرسميه الكورييري ديلا سيرا اللي نقلت هذا الخبر هذا، اول حاجه كتهضر على البيرميسو ديال عامين. كيف ما عارفين هنايا في ايطاليا الا بغيتي تاخذ البيرميسو كيبقاو يخرجوا لك ديال عامين يعني المده ديال عامين حتى كتكمل المده ديال 5 سنوات. هنايا في ايطاليا عاد ممكن انك تدفع الكارطه ديال ديما اللي كانت إليميتاتا ودابا ولات 10 سنوات. اول حاجه على حسب ما كاتبه الكورييري ديلا سيرا بان الكويستورات هنايا في ايطاليا ولاو فيهم بزاف ديال المشاكل. اول حاجه ديال التعطال اللي الكويستوره ولا على واحد الضغط اللي كبير بزاف، ولا في الاول كنتي كتبغي تبصم كيعطوك المده ديال شهر اولا ديال شهرين من بعد كتبصم، ولا دابا ملي كتدفع في البوسطه كتعطيك المده ديال 5 شهور اولا 6 شهور اولا حتى 7 شهور غير باش دير البصمات. فهنايا لاقين مشكل كبير من ناحيه ديال الضغط. فبالنسبه للحكومه الايطاليه كتقول بان المده الاولى يعني اول مره غادي تدفع البيرميسو غادي تاخذ ديال عامين، ولكن من بعد ما غادي تسالي لك ديال عامين عندك الحق انك تدفع البيرميسو من جديد، يعني دير ليها التجديد على حسب الا كانت عندك اسباب عائليه موتيفو فاميلياري، اولا اللي غادي تبدل على حسب الكونطرا ديال الخدمه، اولا اللي عندك البارتيتا ايفا، اولا عندك اعمال حره. فهنايا غادي دير التجديد. كيف ما عارفين في الاول الا درتي التجديد كتبقى تاخذ ديال عامين، ولكن دابا ملي غادي دير التجديد على حسب البيرميسو الاول اللي فيه عامين غادي يعطوك المده ديال 3 سنين، يعني ما غاديش يبقاو يعطوك المده ديال عامين. يعني البيرميسو الاول غادي تاخذو على حساب المده ديال عامين، ولكن البيرميسو الثاني غادي تاخذو فيه المده ديال 3 سنوات. وحاجه اخرى اللي باغيين يديروا انهم المده ديال عامين حتى 3 سنوات هنا غادي تولي عندك المده ديال 5 سنوات. يعني ملي غادي تسالي لك البيرميسو الثاني اللي غادي يكون فيه المده ديال 3 سنين، يعني هنا غادي تكون كملتي 5 سنوات هنا في ايطاليا اولا ديال البيرميسو. فهنايا كيكون عندك الحق انك باش تدفع الكارطه ديال ديما اللي ولات دابا 10 سنوات. فهذا هو القانون الجديد اللي غادي يبدا ان شاء الله في هذا العام ديال 2023. اما فيما يتعلق بالنولوستا
اللي حاليا كتعطل بزاف بالنسبه للناس اللي باغيين ياخدوها على حسب الخدمه. يعني النولوسطا اللي كتكون تابعه للكونطرا ديال الخدمه بالنسبه للناس اللي باغيين اللي باغيين يطلعوا لايطاليا في القانون الجديد ديال ديكريتو فلوسي ديال 2023. فعلى حسب ما كتقول الحكومه الايطاليه بان غادي تحاول تسرع الاجراءات بالنسبه للنولوسطا باش ما تعطلش، وغادي يوليو يديروا لها حد الاقصى ديالها اللي هي 60 يوم تقريبا، المده ديال شهرين غادي تخرج لك النولوسطا. هنايا ممكن ان الباترون يصيفطها لك المغرب باش ممكن انك تشد موعد باش تدفعها في الفيزا، باش تدفع في القنصليه ديال المغرب، يعني القنصليه الايطاليه باش تخرج لك الفيزا ديال الخدمه، يعني على حسب النولوسطا ديال الخدمه. اما بالنسبه للنولوسطا على حسب تجمع العائلي فهنايا حاليا مازال ما هضروش على هذا الموضوع، هضروا غير على النولوسطا اللي كتعلق بالخدمه. ودابا غادي نجيو نهضروا على القانون اولا البيرميسو ديال الحمايه الخاصه. كاينين بزاف ديال الاخوان والاخوات اللي كيهضروا على هذا القانون ديال الحمايه الخاصه وقالوا بان هذا البيرميسو غادي يتحيد ما غاديش يبقى، على حسب ما كتقول الحكومه الايطاليه واللي هضرت عليها جورجيا ميلوني بانها باغا تحيد هذا القانون ديال الحمايه الخاصه. حاليا مازال كاين، هما باغيين يديروا ليه بعض ديال التغييرات وممكن من هنا لقدام ما غاديش يبقى، ولكن حاليا مازال كاين، حيت ما يمكنش غادي يجيو يحيدوا هذا القانون يعني بهذه السرعه هذه. اول حاجه خاصو يدوز في البرلمان وخاصو يتم التصويت عليه، واش ممكن يتحيد او لا، ممكن انهم يديروا فيه شي تغييرات. فعلى حسب الجريده اللي نقل هذا الخبر كتقول بانه غادي يديروا فيه البعض شي تغييرات ومن بعد غادي يتحيد ما غاديش يبقى. ولكن حاليا كاين امتى غادي يتحيد، من هنا لعام او لعامين، يعني هذيك الساعه غادي نشاركوا معكم في القناه وغادي نشارك معكم الرسمي وغادي نقول لكم واش تحيد او لا. ودابا غادي ندوزو نهضروا على شيك ديال الاطفال اللي هو لاسينيو اونيكو. غادي نشوفوا الفلوس اللي تحطوا رسميا في الموقع الرسمي ديال الانبس. كيف ما كتشوفوا معنا هاد السيده اللي كيف ما عارفين بان الفلوس مثلا كيف ما كتشوفوا معنا 49 اورو اللي حطوها ليها نهار 3 شهر 3 نهار 9 ديال 2023. بالنسبه لهاد 49 اورو كيتسالوها في الشهر الاول، يعني في شهر واحد حطوا ليها 610، في شهر جوج 659، يعني هاد 49 ديال شهر واحد. اما بالنسبه لشهر 3 امتى غادي يدخلوها الفلوس، كيف ما كتشوفوا معنا حاطين ليها شهر 3 نهار 20 ديال 2023 غادي يدخلوها 659 اورو. يعني بالنسبه للاخوان والاخوات اللي كانوا كيتسناو انهم امتى ممكن يدخلهم الفلوس، في الاغلبيه غادي يدخلوهم نهار 20 في شهر 3، وكاين اللي دخلوهم الفلوس ديال شيك ديال الاطفال ديال شهر 3. من هنا غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. كنشكركم على التتبع ديالكم، كنشكر اي واحد اشترك معنا في القناه، وكنقول لكم احبكم جميعا في الله. تلاقاو ان شاء الله غدا في فيديو جديد واخبار جديده. ما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع كاع الناس اللي كتعرفوا. مرحبا بجميع التعليق ديالكم، وكنقول لكم احبكم جميعا في الله. ولا كنتوا اول مره غتشوفوا معنا هذه القناه، مرحبا بكم في قناه حسناء ايطاليا. مرحبا بكم كاملين. ما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع كاع الناس اللي كتعرفوا. مرحبا بجميع التعليق ديالكم، وما تنساوش تشاركوا معنا في القناه باش توصلوا بكاع جديد اخبار ايطاليا. مع السلامه واحبكم جميعا في الله.